مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية، أستهلها بالعناوين. برامج محو الأمية تحقق نتائج مرضية. دعوة لجهود فعلية للحد من قطع الأشجار. الإرثريون في الكويت يؤكدون تعزيز المساهمة. اتفاق إسرائيلي فلسطيني على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء تصاعد العنف. في زيارة هي الأولى منذ 12 سنة، وصول وزير الخارجية المصري إلى دمشق. افتتاح أكبر مهرجان سينمائي إفريقي في واغادوغو. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة التعليم بأن برامج محو الأمية تحقق نتائج مرضية في البلاد. وأوضح المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام السيد قبرز قدمام أن نسبة الأمية التي كانت 80% بداية الاستقلال انخفضت حاليا إلى 20%. وذكر متابعة حوالي 38 ألف مواطن من عمر 15 وما فوق 88% منهم من النساء تعليم الكبار في 925 مركز تعليمي في جميع الأقاليم باستثناء الإقليم الأوسط العام الماضي، وقد أنهى 78% منهم الدراسة. وحول برنامج عريوت للمتخلفين عن التعليم في العمر النظامي، أوضح بأن هذا البرنامج يقدم للأطفال من عمر 9 وحتى 14. وقال إن عدد الطلاب في برنامج عريوت الذي كان 600 في العام الدراسي 2006-2007 ارتفع في العام الدراسي 2021-2022 إلى أكثر من 22 ألفا، وأكمل 82% منهم الدراسة. وأوضح أن برنامج محو الأمية وعريوت يعتبر انطلاقا لمعرفة القراءة والكتابة وليس الهدف النهائي، داعيا جميع المؤسسات والاتحادات الوطنية التعاون للدفع بالأنشطة التعليمية. وأشار السيد قبرزقي إلى الجهود الجارية لتفعيل التعليم المسائي. في غضون ذلك أوضح تقديم التدريب بالتعاون مع قسم التعليم الفني والمهني لأكثر من 3000 طالب محتاج في النجارة والحدادة وصناعة الفخاريات وأشغال السعف والغزل والمجاري وغيرها. وعن الإعلام أوضح بث برامج بلغات التجري والتجرينية في مجالات الزراعة والصحة والشؤون الاجتماعية. دعا مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة القيام بخطوات عملية لمكافحة عملية القطع الجائر للأشجار. وأوضح في الاجتماع الذي عقده مع ممثلي الشعب والجهات المعنية الظاهرة المقلقة لقطع الأشجار خاصة في المنحدرات الشرقية، مشيرا إلى الرغم من ضبط قاطعي الأشجار بتعاون الشعب والإدارات فإن العملية مستمرة وتتطلب تضافر الجهود. وقال إن عملية حماية التربة وحفظ المياه جزء من حماية البيئة والثروة الغابية، موضحا مشاركة حوالي 9000 من السكان العام الماضي في أنشطة النفير لبناء المدرجات والحواجز المائية وشتل حوالي 19,000 شجرة. وذكر بأن الأولوية ستمنح هذه السنة لبرامج التحصيل الضريبي والدفع بالأراضي المحمية وتقوية أنشطة حماية التربة والمياه وإدارة وترشيد مشاريع المياه. وطالب الاجتماع بحل مشكلة مياه بلدة فرو وضاحية مالكا وتوزيع قطع الأراضي السكنية في بلدة فرو وفتح شركة حارات خط مواصلات على طريق فرو دنان له ومتابعة جادة للسيارات الخاصة. أكد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الكويت في اجتماع عقدوه في 24 من فبراير على تعزيز المساهمة التي تضاهي المرحلة. وأوضح القائم على الفرع في الاجتماع الذي قيم الأنشطة المنفذة المساهمة في كافة جوانب التصدي بالتعاون مع التنظيمات الوطنية الأخرى. وذكر رئيس فرع الجبهة في الكويت السيد ألم سجد رأيه أن الإريتريين في الكويت كان لهم دور كبير منذ فترة الكفاح المسلح، وإنهم على استعداد لتقديم كل المتطلبات الآن أيضا. وبحث الاجتماع البرامج المستقبلية. دعا حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى سكان مديرية حقات ومواصلة أنشطة بناء المدرجات والحواجز المائية لحماية التربة وحفظ المياه والدفع بالإنتاجية.
أوضح لدى لقائه إدارات الضواحي والمهنيين الزراعيين والجهات الأخرى في 22 من فبراير بأن رفع الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء يرتكز على تخصيب التربة وموارد المياه، داعيا المزارعين في مديرية حقات لاستغلال جيد لمواردهم. وبحث الاجتماع مميزات وقصور أنشطة النفير الجارية في الأراضي الزراعية والمشاركة الشعبية ودور ومساهمة الإدارات وخبراء الزراعة. من جانبه دعا المدير العام لقسم الزراعة والأراضي سيد قبر مسقل تولده القيام بأنشطة النفير الشعبي بإشراف الخبراء وتعزيز دور خبراء الزراعة في رفع المعرفة الزراعية في أوساط المزارعين والشعب. وذكر مدير مديرية حقات السيد ناصر عمر إدارات الضواحي للقيام بالمتابعة القوية لتمهيد الأراضي الزراعية مسبقا قبل حلول موسم الخريف. استشهد في 26 من فبراير المناضل المقدم تكي إبره عندهم قهراي عن عمر بلغ 78 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل تكي بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1973 وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وصولا لقائد سرية، وبعد الاستقلال خدم في الإنشاءات العسكرية وإدارة وزارة الدفاع بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل المقدم متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 27 من فبراير في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل تكي إبره وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عن التزام مشترك لاتخاذ خطوات فورية بهدف إنهاء تصاعد أعمال العنف، وتأتي الخطوة عقب واحد من الاجتماعات النادرة عقد في الأردن وحضره مسؤولون أمريكيون ومصريون. واتفق جميع المشاركين في قمة العقبة على دعم خطوات لبناء الثقة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم. وبينما كان الاجتماع منعقدا قتل مسلح فلسطيني مستوطنين إسرائيليين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة. ووصفت الحكومة الإسرائيلية الحادث الذي وقع في قرية حوارة قرب نابلس بأنه هجوم إرهابي فلسطيني، وقال الجيش الإسرائيلي أنه يلاحق المسلح. وبعد ساعات دخلت مجموعة كبيرة من المستوطنين إلى قرية حوارة وبدأت برشق الحجارة وإضرام النار بالأشجار والسيارات. وفادت مصادر فلسطينية عن احتراق ما لا يقل عن 15 منزلا وعدد من السيارات، واضطر العديد من العائلات إلى إخلاء منازلهم. وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مطار دمشق الدولي في زيارة هي الأولى منذ 12 سنة، وتأتي تعبيرا عن التضامن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 من فبراير. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في استقبال نظيره المصري في مطار دمشق الدولي. وكاد شكري بعد اجتماعاته في العاصمة السورية أن الهدف من الزيارة إنساني في المقام الأول، لافتا إلى أن بلاده ستستمر في التواصل لدعم الجهد الإنساني. وتأتي هذه الزيارة بعد أن وصل يوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها. افتتح أكبر مهرجان سينمائي في أفريقيا في واغادوغو بحضور رئيس وزراء مالي التي تحل ضيف شرف، والتي ينتشر فيها مثل بوركينا فاسو عنف المتشددين. واختير 170 عملا للتنافس في مهرجان فيسباكو في العاصمة واغادوغو، بما فيها 15 فيلما طويلا للفوز بتكريم ينيغا جولدن ستالين وجائزة مالية مقدارها $30,000. وقال رئيس اللجنة المنظمة لفيسباكو فيدل أيمار تاميني إن الدورة 28 للمهرجان تدور حول موضوع السينما الإفريقية وثقافات السلام في سياق الأزمة. على مسرح ضخم قدم حوالي 60 راقصا عرض 20 مليون متطوع للدفاع عن الوطن، في إشارة إلى قوة متطوعة مدنية تدعم جيش بوركينا فاسو قاموا بمحاكاة القتال على صوت قرع الطبول.
خرج الآلاف من المحتجين في شوارع كل من بروكسل وبرلين خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعبير عن معارضتهم لاستمرار الحرب في أوكرانيا ومطالبين حكومتيهم بحل دبلوماسي. وفي بروكسل خرجت مسيرتان، حيث طالبت الأولى بزيادة الدعم العسكري للجيش الأوكراني، ودعا المشاركون فيها الجيش الروسي إلى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية. أما المظاهرة الثانية فطالبت بوقف تسليم الأسلحة وخفض التصعيد. كما انتقد المتظاهرون حلف شمال الأطلسي، ووصف البعض الحرب في أوكرانيا بأنها حرب بين الناتو وروسيا. وقال منظمو احتجاج إن هناك حاجة لبناء نظام أمني جماعي غير قابل للتجزئة، وهيكل أمني جديد يقوم على مبدأ أن الأمن لا يمكن أن يتم على حساب الآخرين. ختاما سادتي لنشرة الأخبار أعود فأذكر بعناوينها. برامج محو الأمية تحقق نتائج مرضية. دعوة لجهود فعالية للحد من قطع الأشجار. الإريتريون في الكويت يؤكدون تعزيز المساهمة. اتفاق إسرائيلي فلسطيني على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء تصاعد العنف. في زيارة هي الأولى منذ 12 سنة وصول وزير الخارجية المصري إلى دمشق. افتتاح أكبر مهرجان سينمائي أفريقي في واغادوغو. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.